السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل رز معمر بمكعبات الدجاج. معلقة صغيرة من بهارات فراخ، معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من عصير الليمون. بعد كده هضيف لهم مكعبات من صدور الفراخ حوالي 200 جرام. هبدأ اتبلهم، وبعد كده معايا طاسة مسخناها، هضيف لها معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من السمنة البلدي. هنزل الفراخ اللي انا متبلاها، هبدأ ان انا افردهم في الطاسة كده عشان يتوزع عليهم الحرارة. بعد كده ببدأ اقلبهم. اهم حاجة التشويح في كل مرحلة لحد الفراخ ما بتستوي. انا مش بضيف لهم اي حاجة ولا مية ولا توابل ولا اي حاجة تانية لحد الفراخ ما بتبدأ تدخل في التسوية بتاعتها او بتستوي سوا كامل. بعد المرحلة دي بسيبها شوية بتظهر معانا بالشكل ده. طبعا الفرن ساخن من قبل ما ابدأ الوصفة. هنا هبدأ انزلها، وطبعا اي دهون هنزلها معانا في البراي. هبدأ ان انا اقلبهم بالشكل ده. هضيف كوباية وربع من اللبن الحليب مغلي، ومعلقة صغيرة من الملح، وحوالي ربع كوباية من المية المغلية. اغطي السطح، هتدخل تحت الشواية تاخد وش. بعد كده تنزل على ارضية الفرن لحد ما بتبدأ يتشرب السوائل. بنهدي النار لغاية ما بيستوي بالشكل ده. الوصفة بتكفي فردين. ما شاء الله جميلة، واتمنى الوصفة تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.